حاسة بيك وعارفة إن نفسك في عربية، بس يا ترى تشتري دلوقتي ولا تستنى شوية؟ ممكن تكون سمعت إن العربيات سعرها قل، وفعلا ده حصل بنسب بتتراوح من 10 ل 20%، ولكن اللي أكيد ولازم تعرفه إن في تغيرات كتيرة بتحصل في سوق العربيات في مصر، فركز معايا في الكلمتين الجايين دول عشان تعرف تاخد القرار الصح. الحكومة أطلقت استراتيجية تنمية صناعة السيارات 2022-2030 عشان توصل لإنتاج 400 ألف ل 500 ألف سيارة سنويا، ومن هنا جت الاستثمارات. فمثلا في يناير 2025 فتحت شركة جالي أول مصنع ليها في مصر بتقنيات متطورة. بعدها جت شركة جي تور بإعلان الشراكة مع مجموعة قشراوي عشان تستثمر في الشراكة دي ب 123 مليون دولار لإنشاء مصنع تجميع في مدينة 6 أكتوبر، وده لتجميع طرازات تي 1 وتي 2 اللي مكسرين الدنيا بره محليا في مصر، غير العلامات التجارية اللي اوريدي موجودة في السوق وبقت بتنزل موديلات جديدة زي ما حصل مع رينو ونيسان. طيب نرجع للسؤال المهم، نشتري دلوقتي ونستغل المنافسة القوية اللي خلت الأوفر برايس ينزل ولا نستنى شوية؟ الحقيقة إن في عنصر مهم قوي في الموضوع ده، وهو أسعار الفايدة اللي بتأثر على كل نظم التقسيط. فخبراء الاقتصاد شايفين إن مع أرقام الاقتصاد المحلي اللي بتتحسن، في احتمالية إن أسعار الفايدة تقل بنسبة 4% لحد آخر السنة. فالخلاصة، لو هتقسط ممكن تستنى شوية، بس لو هتكيش اجري بسرعة وهات عربية أحلام.